مثلا الدعوة السلفية، بالله عليكم في جماعة تضاهيها في علمها؟ خلينا صادقين مع نفسنا، في جماعة تضاهي في علمها؟ لا. لكن الجماعة الدعوة السلفية تنفع تشتغل زي الإخوان؟ تنفع تشتغل زي بتوع الجهاد وبتاع الجماعة الإسلامية؟ طيب خدوا بقى الجماعة بتوع الإخوان، بدلة والجرافطة والوجاهة وبتاع ده، ها؟ ينفع السلفية يعملوا زيهم؟ ينفع الجهاد يعمل زيهم؟ ما ينفعش. وهكذا مكونات الأمة تقتضي ان الإخوان، حد سمعنا بره ما نقول الإخوان يمسكوا الدولة ويعطوا وزارة الأوقاف والدعوة لبتوع السلفية، ويعطوا الجيش للجهاد والشرطة للجماعة الإسلامية. قسمة جاهزة والله، قسمة 100%. بس لو يعرفوا لو كل واحد يحترم مقدرات الآخر، وإن أنت من غيري لأ، ناقصك كتير، خدوها. وأنا زمان فاكر قلت المستشار الهضيبي في ساحة مجلس الشعب، كان الجماعة الإسلامية واحد منهم يتقتل يقتلوا ضابط، يعني العين بالعين على طول. فبدأت الإخوان تعمل إيه؟ تستنكر تشجب، تستنكر تشجب. يا عم اسكت. فرحت للمستشار الهضيبي وأقول له حضرتك هل التصريحات دي تطلب منكم؟ قال لا، لكن دول بيعطلوا الدعوة. ما حصلش. أنا أرى إن العنف اللي استخدم، أنا لا أحب العنف، لكن العنف اللي استخدم هو اللي أوصلنا لما نحن فيه من خير الآن. تستغرب اللي عمله أسامة بن لادن ده نتيجته هنا الآن. لولا ده شفتوا، لازم فاكرين نجيب محفوظ وفتوة الفتوة؟ لازم يبقى لكم فتوة، لازم. أنا قلت أول ما بدأت لازم يبقى لكم الهيبة. تيجي بقى مع الجماعة الإسلامية، تيجي مع الجهاد، تيجي مع القاعدة، لا شأن لنا، لكن تعلموا ألا تستنكروا أفعال غيركم، ارضوا، اقبلوا.